السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله جايه لكم بوصفه يا رب تنول رضاكم، وصفه العزازيه الدمياطي. وصفه جميله، وصفه شتويه جميله، وتنفع في الصيف وتنفع في الشتاء. اول حاجه معايا يعني كل حاجه بتتحط في الخلاط لمسافه، يعني مش هتاخد معاكي 5 دقايق. اول حاجه معايا رتر ونص من اللبن، معايا كوباية من المكرونة سلقاها كويس على النار، ومعايا كوباية من النشا، معايا كوباية من السكر. كل ده بضيفه في الخلاط، وبضيف الأول كيلو اللبن، وبعد كده بضيف النص التاني بعد ما الخليط يعني ايه يتضرب معايا كويس، والمكونات بتاعتي تتضرب كويس. بعد كده باكون طبعًا باتأكد إن هي اتضربت كويس يعني الخليط اتضرب كويس في الخلاط وبقى خليط كريمي ناعم. بعد كده باحضّر حلة على النار، باضيف فيها كل المكونات ديّة، وبعدين باقلّبها بسرعة بالمضرب السلك. بعد كده باقلّبها بالمضرب السلك كويس، وبعد كده باكون محضّرة حلة على النار. الحلة طبعًا اللي أنا حطيتها ديّة أنا غيّرتها لإني لقيتها صغيّرة، فرُحت جِبت حلة أكبر شوية وضِفت فيها المكونات يعني. فزي ما قُلت لِك هنا أنا ب ب باقلّب بسرعة بالمضرب السلك علشان المكون بتاعي يبقى ناعم كده وكريمي، ما يبقاش مكلكع. باكون هنا محضّرة صينية دهناها بالسمنة أو الزبدة، باضيف المكونات بتاعتي وهي سخنة. هنا باحط طبعًا معلقة زبدة عشان تدّي لها يعني تزوّدها نكهة وطعم حلو. باضيف معلقة زبدة، باضيف ربع معلقة من الفانيليا، وباقلّبها كويس أوي. وبعد كده باضيف ال ال باخد الخليط بتاعي كلّه وهو سخن، أضيفه في الصينية، وبعد كده أحطه في التلاجة. وبعد كده لمّا الخليط بتاعي يتمسك، يعني يتماسك كده، وأتأكد إن هو بِرِد جامد، أروح أطلّعه وأكون محضّرة معلقتين من العسل النحل وأدهنه على الوش. وبعد كده لو عندِك كريمة، عندِك كريمة مثلًا فاضية فايضة يعني من اللبن، قشطة، أي حاجة تحطيها على الوش برضه بتخلّي اللون جميل معاكِ، زائد المعلقتين العسل. طبعًا المقطع ده للأسف إن هو اتقطع، لكن أنا باقول لِك وإن شاء الله هاكتب لِك برضه المكونات في صندوق الوصف. كل ده باحطه بعد ما أتأكد إن الخليط بتاعي غلى كويس، باضيفه في الصينية وأحطه في التلاجة يبرد. وبعد كده باطلّعه وأحط عليه معلقتين من العسل. لو ما عندكيش معلقتين عسل ممكن تعملي معلقتين سكر على النار، وتحطي معلقتين مَيّة لغاية لمّا يغلي كويس، يعني يعني يبقى تقيل كده زي السيرب بتاع الكنافة، يبقى يعني السمك بتاعه تقيل. وبعد كده تدهنيه وتحطيه على الشواية من فوق، ما تحطوش من تحت، حطيه على الشواية من فوق ياخد وش، وبعدين تطلّعيه، وبعدين تستني لمّا برضه تمسك شوية، وبعدين تقطعيها علشان خاطر ما تتفتفتش معاكِ. أنا طبعًا كنت مستعجلة، فأنا قطّعتها وهي سخنة، حتى أنتم هتشوفوا في المقطع في حتة يعني اتقطّعت، لكن هي بسم الله ما شاء الله كانت طعم زي